السلام عليكم وأهلا وسهلا. في تحدي ادهن التمر مع جودي. راح أسوي إن شاء الله معكم طبقات كيكة التمر بإذن الله راح تعجبكم. أول شيء راح أجهز الكيكة، بعدين راح أدهن بين طبقات الكيك بالتمر، وبسم الله راح نبدأ. نحتاج بيضتين وملعقة صغيرة فانيلا وكوب سكر وكوب زيت وكوب ماء راح نذوب فيه 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة، وراح نحتاج الكوب ونصف دقيق منخول وملعقة كبيرة بيكنج بودر. الآن راح أضع البيكنج بودر على الطحين وأخلطه وأخليه على جنب. وفي الخلاط راح أحط البيضتين والفانيلا والسكر والزيت والحليب، راح أذوبه بالكوب كوب الماء، أضعه على الخليط الموجود في الخلاط. راح أخلط المقادير السائلة. الآن أسكب الخليط السائل على الخليط الجاف أو على الطحين وأخلط مثل الكيك. الآن بعد ما خلطت الخليط وهذا هو قوامه، راح أقسمه ل4 أكواب أو كاسات متساوية علشان تطلع طبقات التمر متساوية مع جودي. الآن في صينية الخبز راح أضع الكوب الأول وأخبزه على حرارة 170 أو إلى 180 لمدة تقريبا نصف ساعة أو إلى أن تتحمر. الآن وقت تحدي ادهن التمر. راح أدهن طبقة فوق الكيك وأرش رشة قرفة، بعدين أصب من الخليط فوق التمر. الحين أنزل الرف وأشغل الفرن من فوق وأبدأ أخبز الكيكة من فوق بس. بسم الله. والآن بعد ما تحمرت الطبقة الثانية ما شاء الله ريحة التمر بدأت تطلع، راح أدهن الطبقة الثانية من تمر جودي ونحط الطبقة الثالثة من الخليط. راح أكرر نفس الخطوات وأرش شوية قرفة وأصب الخليط. طبعا راح أكررها كلها بالطبقات ال4. وهذه كيكتنا جاهزة ما شاء الله تبارك الله، ب4 طبقات من الكيك تتخللها طبقات من تمر قابل للدهن من جودي. الآن راح نسوي طبقة الكريمة اللي راح نغلف فيها الكيكة. راح نحتاج 6 قطع من الجبن الكريمي ونصف علبة حليب محلى مكثف وملعقة كبيرة من تمر قابل للدهن من جودي. الآن راح أخلط هذا الخليط وراح أصبه فوق الكيكة. يلا
شاء الله تبارك الله. توقعت تطلع كذا.